السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أسئلة الصف الأول متوسط الشهر الثاني إخواني، مادة الكيمياء سنة 2024. أول شيء الإعداد، عرف ما يأتي. السؤال الأول: العدد الذري 2 إلكترون، 3 أيون السالب، 4 عدد تأكسد، 5 صدى الحديد، المدارات الإلكترونية والنظير عنصر. نجي السؤال الثاني: أجب عن ما يأتي. ما هو الجزيء وما يتكون؟ أجب عن ما يأتي. أوكي، ما هو الجزيء وما يتكون. 2. لماذا وضع العلماء طريقة تمثيل العنصر في الطبيعة؟ تمثيل العنصر في الطبيعة. السؤال الثالث: ثالثا، لماذا تكون المركبات الأيونية درجة انصهار عالية؟ ليش؟ 4. لماذا تفقد ذرة الصوديوم إلكترونها الأخير في المدار الثالث ولا تفقد باقي الإلكترونات؟ 5. بين كيف يمكن تحويل عنصر حديد إلى مركب دون تدخل منه. لا يمكن فصل المركب إلا بطريقة كيميائية، فسر ذلك. السؤال الثالث عندنا مسائل: كيف تمثل العدد الذري والعدد الكتلي لعنصر البروتون الذي يملك 5 بروتونات، أوكي، زيادة يساوي 5 و6 نيوترونات يعني يساوي 6. باء عندنا: كيف يتمثل العدد، يجب عن 1 أسئلة أخواني مكتوب عن أحد الأسئلة. ركز. ألف لباء. نفس الشيء: كيف يتمثل العدد الذري لعنصر الكربون الذي يمتلك 6 بروتونات زائد 6 و6 زائد 6. أوكي. السؤال الرابع: ارسم توزيع الإلكتروني لعنصر النيتروجين الذي يمتلك عدد ذري 7. أتمنى لكم نجاح. المدرس المادة حسين علي هذا.